دلوقتي انت لو معاكي خط فودافون، تعالي كده صلي على النبي ونبدأ الفيديو بتاعنا، وهقولك تبدأي مشروعك ازاي وانت قاعدة في البيت بدون اي مجهود وبدون اي رأس مال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي انت لو معاكي خط فودافون، انا بتكلم بخصوص الخط الفودافون دي معلوماتي عنه، تمام؟ معايا 100 جنيه وعندي فودافون كاش مفعلاه. بتخلي الفودافون كاش عندك ممكن تبعتي منه كروت شحن، يعني انت ممكن تعملي فكرة انك انت تبيعي كروت شحن وتشحني للخط اللي قدامك من على فودافون كاش. بتعملي نجمة 9 شباك وبتمشي ورا التعليمات وبتشحني الكارت فيه 2 جنيه 3 جنيه، واحدة واحدة الناس هتعرفك وهتبتدي تشحني فلوس على فودافون كاش. ازاي يا أميرة الكلام ده؟ دلوقتي جاتلي الفكرة ديت وقلت ازاي ما اقولكوش عليها. ممكن ان حد يستخدمها وتبقى بتشتغل بيها من البيت. يعني واحدة عايزة تبعت 1000 جنيه على فودافون كاش، دلوقتي انت لو حطيتي 1000 جنيه من فرع فودافون او فرع امان او فوري، اللي هم بيبقوا حسب التوكيل، مش اللي هي اسامي محلات بس، لا ده بيبقى فرع نفسه اسمه امان او فوري. الفروع دي او فرع فودافون او فرع فودافون اصلا ده هيبقى امن. انك انت ممكن تستخدميه انك انت تروحي تحطي من عليه، يعني انت لو معاكي 1000 جنيه تحطيه عليه فودافون كاش من غير ولا جنيه، يعني انت بتحطيه من غير اي رسوم، من غير حتى ما بتدفعي جنيه واحد. بتحطي ال1000 جنيه، أميرة عايزة تاخد منك 200 جنيه فودافون كاش، ال100 جنيه عليها 10 جنيه، واوقات في اماكن بتبيع ال100 جنيه عليها 5 جنيه، بس احنا عندنا ال100 جنيه عليها 10 جنيه، عليها 5 جنيه، حاجة زي كده. طيب ولو 1000 جنيه عليه 15 جنيه. يعني انا واحدة جت تبعت لي فلوس بتقول لي لصاحب المحل كان عايز ياخد على ال1000 جنيه 100 جنيه، وهو اصلا ال1000 جنيه بيطلع من عنده ليها برسوم جنيه واحد. يعني الشحنة من عندي بجنيه حتى لو معايا 30,000. يعني لو راح احط 10,000 جنيه بحطهم من غير ولا جنيه. انا هشحن لك ال10 على بعض، ال10 دول بيتبعتوا برسوم جنيه واحد. انتوا فاهميني؟ مشروع مربح جدا وجميل جدا. يعني انا سيلفي بيخليني اشحن له مثلا بتاع دوت كروت شحن، واوقات بيخليني ابعت له على فودافون كاش. مرات ابن سيلفي كذلك. يعني الناس اللي حواليا بحكم ان انا معايا فلوس على فودافون كاش، انت ليه ما تستخدميهاش؟ يعني دي من غير مكنه فوري، من غير مكنه فودافون اللي هي بتتشحن من عليها، ممكن تستخدميها لحاجات كتير قوي. اعملي نجمه 9 شباك وشوفي الانظمه اللي بتبقى موجوده عندك. طيب انا مش هعرف اشتغل الشغلانه دي، ممكن تشتغلي كنظام بتبيعي اكل بيتي من البيت. ازاي؟ انت عارفه ان اميره شغاله طول اليوم، عارفه ان فلانه شغاله طول اليوم، عارفه ان فلانه شغاله طول اليوم، بتعملي جروب وبتقولي يا جماعه انا بعمل اكل بيتي، زي محاشي، زي بقى لحوم، زي اي حاجه. طيب الموضوع انت مش عارفه تبداي. طب يا جماعه اللي حابب يطبخ اكل بيتي يجيب لي وانا اعمل له، وانا هجيب له الحاجه جاهزه ويديني اجر العمايل بتاعتي، تمام؟ او لو انت شاطره في المعجنات ممكن تعملي شويه قراقيش، شويه قرص، شويه دونتس، شويه حاجات من اللي بيحبوها الاطفال. الكيلو بره من القراقيش بيتباع ب 80 جنيه، انت ممكن تبيعيه ب 50 جنيه. ايه يا اميره هتبيعي اقل 30 جنيه؟ طب انا هكسب ايه؟ كيلو الدقيق بتجيبيه مثلا قولي ب 20 جنيه، هو ب 17 جنيه باين، قولي ب 20 جنيه. كيلو الدقيق هيرمي معاكي، اصلا هيرمي معاكي كيلو ونص، 2 كيلو، هيرمي معاكي 2 كيلو قراقيش. هتعمليه بميه. هتعمليه بميه؟ هتعمليه بميه، لانك لو عملتيه بلبن ما بيصبرش والجو حر، فانت هتعمليه بميه. علبتين زبادي، شويه سكر، سنه، وشويه ملح، وتشوف هتعمليه ازاي، زي ما الطريقه اللي انتوا عارفينها طبعا، انا مش هوصفها لكم. فانت ممكن تشتغلي بدون اي راس مال. يعني كيلو الدقيق مش حاجه. يعني انا لما الاقي جارتي بتبيعه وعارفه انها نظيفه وعارفه انها كويسه ب50، وانا بروح اجيبه من الفرنه ب80 جنيه. طيب لما تعملي عيش كايزر جنب منك في البيت وتبيعي العيش الكايزر بجنيه، وانا بجيبه من بره ب2 جنيه وبنفس الحجم، وانا عارفه جارتي انها نظيفه وكويسه، يبقى هي ابدا. تمام؟ يعني انت ممكن كده اكل بيتي. ممكن لو معاك خط فودافون، ايه تاني ممكن تشتغليه بدون راس مال؟
انك انت تدخلي على الصفحات او على الجروبات، تشوفي شغل فلانه وشغل فلانه، انت حابه شغل الملايات، انت حابه شغل المفروشات، شغل اي شغل ايا كان هو ايه، تدخلي على صاحبه الجروب. وانا ممكن اكلم حضرتك واتفق معاكي ان انا اخد صور من عند حضرتك اعرضها عندي. اقسم بالله انا كنت بعمل كده، والله كنت بعمل كده. اقول لها هاخد الشغل بتاعك والصور بتاعتك اعرضها عندي، والحاجه اللي تنطلب اجي اخدها منك. وكانت تقول لي تمام ماشي مفيش اي مشكله، ربنا يرزقك. وكانت تبعت لي لستة صور، واوقات كنت ادخل على جروباتها واخد الصور اللي انا عايزاها واعرضها عندي، واجمع شويه اوردرات واروح رايحه جايبه منها المجموعه على بعضها وبيعاها. بتيجي كده واحده واحده مش اسح. بصي، اولا وثانيا وثالثا لازم تكوني قريبه من ربنا. ارضي، عمرك ما هتبدأي مشروع وعايزه ربنا يكرمك وانت بعيده عن ربنا. يعني كل ما تقربي من ربنا ويبقى عندك يقين بالله ان ربنا هيغير لك حياتك، اعرفي ان حياتك هتتغير. اعرفي كده كويس. ما تبقيش انت ماشيه في طريق مثلا في ذنوب، او بتعملي حاجه انت مش واخده بالك منها ان هي مأخره رزقك، وتقولي يا رب ارزقني. ما تبقيش انت مقطعه في الصلاه وتقولي يا رب ارزقني، لا. طول ما انت مقربه من ربنا، طول ما انت بتصلي فروضك، ان صلحت صلاتك صلح العمل كله، وان فسدت صلاتك فسد العمل كله. فانت خليكي في بيتك في وسط عيالك. عايزه تشتغلي، عايزه تساعدي في اي حاجه ممكن تعمليها، جيبي شويه اكسسوارات، ادخلي على محل بيبيع ب 15 جنيه ب 15 جنيه ب 15 جنيه، خدي منه شويه ب 200 جنيه واعرضيها على 25 جنيه. الناس القريبين منك اللي يخلوهم يروحوا يجيبوا من المحل هياخدوا منك. في ناس عزاز عليكي ممكن يكبروكي ويوسعوا لك شغلك مش عارفه تسوقيه، اعملي لك صفحه على الفيس، الجروبات ديت. انا بصراحه انا ما كانش ليا في السوشيال ميديا خالص، يعني انا على الله حكايتي في السوشيال ميديا دي، وطلعت فيها كده صدفه. انا اصلا شغاله لو اقول لكم بقالي 17 سنه، تمام. كنت فاتحه محل هدايا اكسسوارات. بصوا، هو المحل الاول كان جوزي فاتحه سنترال، الله لا يعود الايام دي، سنترال في ارياف انتوا عارفين يعني ايه. فكنت انا اللي بقعد فيه، فعملت لي جنب كده كنت ببيع فيه هدايا، ببيع فيه اكسسوارات، ببيع فيه مكياج. كنت انزل كل شويه، بابايا ربنا يديله الصحه يا رب يجي معايا على المكنه، ننزل نجيب طلباتنا من محل جمله، وكنت اجي ابيعها. اجي يدخل عليا رمضان اعمل فرشه واعمل ترابيزات قدام المحل، وكنت ابيع توك، ابيع شوزات، ابيع طرح. عشان اخلي اسعار الطرح كويسه كنت بروح الزقازيق اقطع قماش من شارع فاروق، القماش نص متر نص متر نص متر اللي هم الشوفونات، عشان اعملهم طرح. وما كانش عندي مكان خياطه، كنت اروح للناس بتوع مكان اوفر واقول لهم عايزه الاوفر المبروم عشان يعملوا لي الحرف بتاع الطرحه يبقى زي الطرحه بالظبط اللي بتنباع. وكنت ابيعها، الطرحه كانت اياميها ب25، انا كنت ببيعها ب15 جنيه. فاشتغلت في حاجات كتيره قوي، يعني اشتغلت في حاجات كتيره قوي. فانتي ادام بتشتغلي من بيتك دي مش حاجه تعيبك خالص، اللي يعيبك انك تمدي ايدك. انتي قاعده في بلد ارياف، انتي ممكن تنضفي فراخ، تتفقي مع بتاعه الفرارجي لو هو مش هينضف فراخ، او حد يبقى يعرف الناس، مش عيب والله العظيم. ما عيب انك انت تشتغلي، العيب انك انت تمدي ايدك، العيب ان انت تبقي قاعده محتاجه الجنيه ومش عارفه تجيبيه، العيب انك انت ترخصي من نفسك عشان الفلوس، العيب انك انت تبقي شايفه عيالك عايزين حاجه وما انتش طايله تجيبها لهم، ده العيب. لكن انك تشتغلي بالحلال عمره ما كان عيب وعمره ما هيعيبك، بالعكس. بابايا كان ناظر معهد، كان مدرس وبعدين بقى ناظر معهد، وكان في الاساس جزار، يعني بابا جزار وعيلتنا كلها جزارين، عيلة مكي. فكان بابا لما بيذبح كان بيبقى محتاجنا حواليه ننضف له المكان، نلم الدم من الارض، ننضف المكان، نكنس نرش. عمري ما استعريت من ده وعمري ما انكسفت من ده. وكنت بعمل بابا مره بقول له يا بابا غير الجلابيه اللي انت لابسها دي، كان لابس جلابيه مكان الذبيح متبهدله كلها،
فعمال اقول له عشان خاطري يا بابا غيرها، والنبي يا بابا غيرها، كنت لسه صغيره عايزه اشوف مظهر كويس. قال لي الجلابيه دي اللي كبرتك واللي علمتك واللي ان شاء الله هتوصلك بيت جوزك، فاوعي تستعري من مهنتك ادام مش بتمدي ايدك لحد. اوعي، مهنتك اللي ما بتخليكيش تمدي ايدك لحد دي هي دي اللي علتك وعلت مكانتك. اعرفي كويس قوي ان انتي طول ما انت جيبك فاضي هتحسي بعدم ثقه، هتحسي ان انت مش مرغوب فيكي، هتحسي ان دي بتمن عليكي ودي بتعطف عليكي، وعينك هتبقى رايحه لكل واحده معاها. طب وليه؟ ليه؟ انت طول ما جيبك مليان وعينك مليانه خلاص اشتغلي. بلاش تتخانقي انت وجوزك كل شويه على المصاريف. ممكن تمشي بيتك باقل التكاليف. والله العظيم والله العظيم ما كلام. اللي قدامكم دي شبعت خناقات مع جوزها، كنت على طول في خلافات، وكنت على طول في مشاكل، كنت على طول ان انا متضايقه مخنوقه مش راضيه عن نفسي مش راضيه عن عيشتي، لحد ما ربنا هداني، لحد ما بقيت بعافر. كنت اجيب الحاجه بجنيه وعايزه ابيعها ب5 جنيه وب10 جنيه عشان يبقى معايا، وكنت مفكره كده الحل. كنت بخسر ناس، كنت بخسر زباين. لقيت ان انت لما تبيعي الحاجه عليها جنيه بتبيعي اكتر وبتكسبي ناس اكتر. انتوا فاهميني؟ فالسلم انت عمرك ما هتطلعيه مره واحده. لو طلعتيه مره واحده اعرفي انك هتقعي والله العظيم هتقعي. لازم تطلعي واحده واحده، لازم تصبري. في السن ده يا اميره وهصبر، في السن ده وهبتدي اشتغل. انت مقدر ليكي رزق. مش معنى انك انت سنك كبر او ان انت شايفه ان خلاص بقى اللي عايز يعمل كان عمل. لا والله انت ليكي رزق. يعني الواحد بيصحى من النوم ربنا بيقسم الارزاق. انا ببقى قاعده في بيتي والاقي الباب بيخبط عليا، لو سمحتي انا عايزاكي تيجي تعملي لي كفر، لو سمحتي انا عايزاكي تيجي تعملي لي كفر. يا جماعه والله انا ما فاضيه دلوقتي، انا مشغوله، مش هنستناكي. ويفضلوا يرنوا عليا ويفضلوا يقولوا بدل المره كذا مره، عشان ربنا جاعل ليكي رزق معاها. والله العظيم والله العظيم انت ربنا لو مش جايل لك رزق معاها وجاتلك بدل المره 100 مره انت مالكيش رزق. انما انت ربنا جاعل ليكي رزق. لا فلانه هتاخد منك رزقك ولا علانه هتاخد منك رزقك. كل واحد فينا رزقه مقسوم على قده. فمش معنى ان اميره بتعلم كفرات يبقى اللي بتعلمهم دول هياخدوا رزقها. مش معنى ان اميره بتعلم حاجه يبقى رزق كده خلاص. ف انا حصل معايا موقف، كنت في القاهره بجيب شغل، قلت والله العظيم هقول لكم بس كنت ناسيه ما افتكرتوش الا دلوقتي. ف بتاع السوبر ماركت اللي جنب محطه القطر، هي بتاعت كوبري الليمون اللي يعرفها. وقفت عليه بجيب منه ميه وكده، فجه في دماغي ان انا اشتري له كولمان واقول له يعملوا صدقه سقي الماء، دي كبيره جدا عند ربنا وانا نفسي اعملها تمام في كذا مكان. فقلت له وانا ممكن اشتري لك كولمان وتحطه جنب منك هنا في المحل. رد ضحك كده وقال لي ايه كده انا مش هبيع ميه، الكولمان موجود والله وانا ما برضاش احطه. قلت له يا خبر ابيض يا جدعان، ده انت يا ابني لو حطيته الرزق هيفرق معاك اضعاف اضعاف اضعاف. بيقول لي ازاي يا ابله، يعني انا لما احطه وانا كده مش هبيع ميه؟ قلت له قسما بالله ابدا، انت ربنا قاسم لك رزق هتاخده، ما بالك بقى انت بتعمل جنب الرزق اللي بيجي لك ده صدقه جاريه كل يوم، انك بتسقي حد عطشان. انا مثلا جايه مخلصه الفلوس اللي معايا كلها، يا دوبك فلوس مواصلاتي، هروح محوده شاربه عشان مش معايا حق ازازه الميه. هو انا لو وقفت عليك وقلت لك انا عطشانه مش معايا حق ازازه الميه هتقولي لا؟ قال لي لا. اقول لك خدي. قلت له طيب انت ليه ما تحطهاش؟ بالله عليك تحطها، حطها وشوف هيحصل فرق. ولو ما فيش كولمان انا هجيب لك كولمان، يعني انا هتكفل واجيب لك. قال والله موجود. فانت اوعي تفكري انك انت لما تعملي حاجه دي هتنقص من رزقك، والله العظيم ابدا ابدا. يعني انا كنت الاول بقول هو انا لو علمت كفرات انا كده مش هيجيلي شغل بس لقيت ان ربنا بيرزقني اكتر وبيضاعف لي الرزق. فسيبوها على الله، واللي بيسيبها على الله دايما بتكسب. وبس كده. اللي حابب اي حاجه يقولها لي سيبها لي في الكومنتات وانا هرد عليه بالتفاصيل كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه.